ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على موضوع مش وقته خالص، وهو قواعد الشتاء. وانا بصراحه قاصد اتكلم فيه واحنا في عز الحر، علشان الايام مفيش اسرع منها، فاستعد. مع اول دخول الشتاء ادخل على الفيسبوك، هتلاقي اصحابك بلا استثناء كاتبين ان هم بيضربوا هوت شوكليت وبيسمعوا فيروز، وهم في الاساس بيضربوا سحلب وبيسمعوا امبلاهات سعيد الهوا. وطبعا الشتاء كله طقوس واستعدادات معينه، وانا النهارده اقول لكم قواعد الشتاء والاستعداد ليها. مبدئيا كده خدها مني نصيحه، اللي معاه في الدولاب كلسون احسن من اللي معاه في البنك مليون. الشتاء زي الحرب، واسلحتك لمواجهه الحرب دي في البيت، وهي اولا لكلوك. اوعى تفتكر ان انت لابسه عشان تدفي رجلك، لا، ده انت بتحمي صبعك ان هو يتخبط في سن السرير وتقلب في لحظه راقص باليه. ثانيا الجوانتي، وخاصه الجوانتي اللي مقصوص صوابعه عشان الموبايلات. ثالثا ايس كاب. رابعا علب كومتريكس كتير. خامسا ليمون بالعسل. لو اتجننت وقررت انك تخرج من البيت هتحتاج الجزمه السيفتي عشان المطر. بمناسبه الجزمه والمطر، انت لابس الجزمه عشان رجلك ما تتوسخش، مش عشان الجزمه هي اللي ما تتوسخش. بص، الشتاء هيعمل لك مود كده، هيحسسك ان انت اتظلمت من ناس كتير، ظلمت ناس كتير، حبيبتك خانتك حتى لو انت اساسا مش مرتبط. فحاول تستعيذ بالله وما تخشش في المود، علشان ده لا قدر الله ممكن يوديك لاغاني مصطفى كامل التتا، وانت اكيد مش حمل ده. بصوا يا جماعه، عشان نقفل الموضوع ده تماما، اقسم بالله عرفنا ان اسكندريه بتبقى حلوه في الشتاء، فاللي هيقول لي الجمله دي ولا هسمعه اساسا بيقولها هضربه باللكلوك على بقه. لو حبيبتك قالت لك انا سقعانه، بلاش تقلد محمد فؤاد في كليب لو عايز تفتكرني وتديها الجاكيت بتاعك، علشان فؤاد نفسه فضل راقد في السرير طول الكليب. لما تكون درجه الحراره 10 وكلكم سقعانين، وفي واحد من اصحابكم مش سقعان ولابس نص كم، ده مش معناه ان انتم سيس، ده معناه ان انتم مصاحبين واحد جبله. بالنسبه لللبس يا جماعه، اللبس في الشتاء طبيعي جدا انك وانت نازل الصبح بتلبس كل اللي في الدولاب، وانت راجع الظهر بتبقى شايل كل اللي لبسته على ايدك. وده لان الشتاء في مصر معروف حر نار ظهرا، تلج ابن جزمة صباحا ومساء. ما تستغربش لما تلاقي مامتك او جدتك بتتبع مبدأ التقفيز، يعني تلاقيها مثلا لابسة 6 بلوفرات صوف، 3 بناطيل منهم كلسون ابوك، 5 شرابات، وتتغطى ببطانيتين. ده مش غريب، الغريب ان بعد ده كله تفضل لسه بردانة. البنات اللي بتلبس فساتين قصيرة في الشتاء، ايه؟ لا بجد ايه؟ مش كده. لو انت قصير بوس ايدك وش وظهر، لانك اترحمت من اكبر معاناة في الشتاء، وهي حيرة ان البطانية بالطول ولا بالعرض. اما بقى لو انت طويل، ابقى نام في وضع الجنين، علشان بس تحل مشكلة ان رجلك بتخرج من بره البطانية. قبل ما تدخل تحت البطانية، الحاجة الوحيدة اللي تأكد منها ان الريموت معاك، ده حتى قبل ما تتأكد ان في تلفزيون في اوضتك ولا لا. بمناسبة البطانية، طبعا قبل ما تخش تحتها اتأكد انك شربت كل الماء اللي نفسك فيها، ودخلت الحمام فضيت كل الماء اللي شربتها، لانك لو ما عملتش الحاجتين دول هتضطر تقوم وانت في عز النوم، يا اما عشان تشرب يا اما عشان تغير الملاية. لو مامتك من النوع اللي هي عشان تصحيك بتشيل من عليك البطانية مرة واحدة، دي اطلب من ابوك يطلقها فورا. بالنسبة للمتجوزين، في الشتاء لما تقعد مع مراتك قعدة رومانسية وتقول لك في كلمة من حرفين بتعبر عن احساسي دلوقتي، ما تتوقعش ان هي هتقول لك حب، هي هتقول لك لان هي دي الكلمة الوحيدة اللي بتعبر عن البرد. طبعا ساعتها الرد الطبيعي اللي هيكون بيعبر عن احساسك هيكون كلمة برضو بس مكونة من 3 حروف. وبرضو بالمناسبة، لما جوزك يقولك نفسي في حاجة من 3 حروف هي اللي هتدفيني، ما تفرحيش قوي وتفتكريها حب، هو قصده عدس. لو مراتك زعلتك في الشتاء، والله انت مش محتاج تعاقبها، انت بس شيل فيشة السخان اللي موصلة للمطبخ، واقعد استمتع وانت سامعها بتصرخ وهي بتغسل مواعين في عز التلج. وبالنسبة للستات، لو جوزك عمل معاكي كده، انت مش محتاجة تزعقي. بعد ما تخلصي غسيل مواعين، تعالي من وراه من غير ما ياخد باله وحط ايدك في قفاه. لو عندك اطفال وعايز تفسحهم، مش ضروري تاخدهم وتروح دريم بارك عشان يركبوا الشلالات، وقفهم جنب اي بركة مية في الشارع واستنى اي عربية تعدي، هيحسوا نفس الاحساس بالظبط. قرار انك تدخل تاخد دش في الشتاء ده قرار مش سهل، وبيأكد نظرية ان الانسان مخير ومش مسير. يعني اللي يقدر يستحمى يستحمى، هو عقله مريحه كده، لان وقتها بتبقى الشجاعة انك تدخل تستحمى، والتهور انك تستحمى بمية ساقعة. اما الانتحار بقى انك تفتح الشطافة مرة واحدة. بالنسبة بقى للوقت اللي هتحتاجه في الحمى، فده بقى ستاندر يا جماعة، هي ساعة بتظبط المية، و3 دقايق بتستحمى، وساعة بتفكر ازاي هتطلع من تحت الدش.
فانت محتاج قبل ما تاخد القرار ده انك تواجه نفسك وتعمل حساب اللحظة اللي السخان بيفصل فيها وانت عريان تحت الدش، او لما مامتك بتفتح حنفية المطبخ. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.